المنتخب ما كانش قادر يهاجم ويخلق فرص حيت كنا لاعبين بالكات ان كات ان. هذه الجمله سمعناها بزاف من عند المحللين وحتى من الجماهير بعد الاقصاء من جنوب افريقيا. والحقيقه ان خلق الفرص ما عنده اي علاقه بنظام اللعب على الورق، بل هو مرتبط بطرق التنشيط الجماعي اللي كيعتمد عليها المدرب. وللاسف وليد الركراكي مع المنتخب نسبه كبيره من تنشيطه الهجومي كيعتمد على فرديات او مجهود فردي لبعض الاسماء كزياش او بوفال وحتى اناحي وحكيمي، وفي غياب واحد منهم كنشوفوا تاثير سلبي على التنشيط الهجومي. اما موضوع الكات ان كات ان ما عنده اي علاقه، بل بالعكس هو نظام جيد هجوميا لانه كيتحول هجوميا 4-3-3، وهو نظام كتعتمد عليه اغلب الانديه والمنتخبات الكبيره عالميا. الاشكاليه الحقيقيه الثانيه بعد التنشيط هي منطقه تمركز اللاعبين، وحتى هي عندها دور كبير في الانتقال من الدفاع للهجوم. المنتخب مع وليد كيلعب بالبلوك ميديان او بالبلوك با، وهذا الشيء كيعطي صوره للمشاهد والمتابع ان المشكله بنظام اللعب الكات ان كات ان. والحقيقه ان هذا النظام لو لعبتي به بشكل مرتفع وضغطتي به ولعبتي به عالي بالبلوك هو غادي يبان لك شكل اخر في اللعب والتنظيم، وحتى تحولاتنا الهجوميه غادي تكون اسرع واقرب للمرمى الخصم، انك غادي تفتك الكره قريب من المرمى الخصم. وما نمشوش بعيد، مع ايرفي رونار كنا كنلعبوا بنظام لعب 4-3-3، اي زياش على اليمين وامرابط على اليسار وبوطيب مهاجم وحيد والاحمدي لاعب ارتكاز وحيد، وقداموا جوج لاعبين اللي هما بوصوفو بالهندا اللي كيديروا اليوم ادوارهم اناحي وسليم املاح. ولكن علاش كنا كنشوفوا مع ايرفي رونار هذا 4-3-3 بشكل هجومي؟ ببساطه لان النسق اولا كان عالي وكنا ديما طالعين وضاغطين في نصف ملعب الخصم. ما عمرنا مع رونار رجعنا للور بقينا كنتسناو الخصم يبني باريحيه وبسهوله ويفكر بزاف. وفي هذه اللقطه هذه اللي اختاريتها بشكل عشوائي غادي نشوفوا كيفاش الضغط العالي ديال ايرفي رونار في نفس النظام اللي هو 4-3-3 كيفاش خلق لنا تحول سريع وقريب للمرمى وسجلنا به. وهنا غادي نشوفوا شكون هو اول لاعب داير الضغط اللي هو الاحمدي اللي هو بالمناسبه لاعب ارتكاز. وطبعا مع الركراكي مستحيل نشوفوا امراه بالضغط حدا النصيري او بالبلوك طالع بهذا الشكل وكيضغط بهذه القوه والفعاليه. باختصار المشكله ما عمرها كانت في نظام اللعب بل في تفاصيلها، في عمليه التنشيط الهجومي ودرجه اعتمادك على الشكل الجماعي في خلق الهجمه ومنطقه تواجد وتمركز لاعبيك دفاعيا وهجوميا.